وبالتالي فإن كأس إفريقيا 2025 ستقام في المغرب، فلنصفق للبلد المستضيف. المغرب كيحصل على تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 بإجماع إفريقي رغم حقد الحاقدين. في البداية كنهنأ الشعب المغربي قاطبة بهذا الفوز عن جدارة واستحقاق بتنظيم كأس إفريقيا للأمم سنة 2025. وجاء هذا الفوز لقوة الملف المغربي أمام المنافسين، الملف اللي غني بالتجهيزات والبنية التحتية الرياضية والطرقية والفندقية والاستشفائية، واللي كتأهلوا لتنظيم هذه المنافسة وبنجاح. وكنتمنى إن شاء الله تكمل الفرحة ونحتفظوا بالكأس على أراضينا. ونخليكم مع هذا المقطع لتصريحات فوزي القجع رئيس الجامعة. أعتقد بأنه إجماع القرار الأفريقي اليوم في مكتبها التنفيذي لتشريف المغرب بتنظيم كأس أفريقيا للأمم سنة 25 هو تجسيد للمسيرة التنموية التي يقودها جلالة الملك نصر الله منذ أكثر من عقدين. هو إنجاز بطبيعة الحال يكرس هذه المسيرة التنموية التي يقودها كما قلت جلالة الملك حفظه الله. اليوم المغرب ينال بإجماع إفريقي دون أدنى نقاش بهذا الشرف. أعتقد بأنه كما قلت تتويج لعمل جبار يقوده ملك عظيم، وهو جزاء حقيقي لشعب يحب كرة القدم وأبهر العالم بمتابعته لهذه اللعبة. الكل اليوم يؤمن بأن محطة 2025 أو تنظيم الكان بالمغرب سنة 25 هي محطة أولى. موعدنا إن شاء الله بعد أقل من سنة في المحطة الثانية ليحظى المغرب ويشرف افريقيا ككل بتنظيم كاس العالم الى جوار اسبانيا والبرتغال. سؤال اخر، المغرب كما قلت اليوم يعيد العوده لتنظيم نهائيات كاس العالم من خلال ملف مشترك مع البرتغال واسبانيا. اليوم السيد موسيبي اكد على انه الهم الاول لاعضاء المكتب التنفيذي هو العمل على دعم الملف المغربي، لانه ليس يمثل فقط المغرب بل يمثل القاره الافريقيه. اعتقد بان الاعلان نتاع هذا الترشيح المشترك الذي اعلن عنه صاحب الجلاله نصر الله في لقاء كيغالي كان واضحا، حيث ان هذا تقديم هذا الملف هو تقديم اولا ملف افريقي محض يمثل شباب افريقيا، يمثل 54 دوله افريقيا، وسنجعل من هذا الحدث احياء لحضاره متوسطيه بين الشمال والجنوب الضفه المتوسطيه. هي كلها دلالات لحدث اعتقد بانه القاره الافريقيه ستتجند كما تجندت دائما، لان الملف هو ملفها والترشيح هو ترشيحها. شكرا سيد رئيس. كان معنا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. وفي الاخير ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه.